من فلسطين، من تراثها إلينا حكاية. برنامج التراث الفلسطيني منا وفينا. راح نتحدث في هاللحظات مع الأستاذ سلطان القيسي، هو شاعر فلسطيني من مدينة يافا، ولد لعائلة لاجئة إلى الأردن في الثمانينات من القرن العشرين. أعزائي المستمعين، بيحمل بكالوريوس في الآداب من جامعة الزيتونة، وعمل مديرا لتحرير مجلة معا إلى فلسطين اللبنانية. كان سلطان القيسي حاصلا على عدد من الجوائز الشعرية على المستوى العربي. صدر له في عام 2011 ديوان أؤجل موتي عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان. وشكل سلطان مع رفيقي حسن مريم وعلي الزهيري في عام 2007 حركة شعرية عرفت بثلاثي شعراء الحرية. ولكن احنا بنتحدث الآن مع المدير التنفيذي لدار موزاييك للترجمات والنشر، واللي هو بيكون أيضا الأستاذ سلطان القيسي. سعد مساك يا رب، وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج منا وفينا من قلب مدينة الخليل عمان. كل التحية أكيد. مساء الورد، يعطيكم ألف عافية. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك يا أستاذ سلطان. يعني كنا بتعريف عن حضرتك للمستمعين، وعندك إن شاء الله يعني كتاب جديد بصدد الصدور اللي هو كتاب بائع النبي، واللي راح يكون عن دار إن شاء الله موزاييك. خلينا نحكي للترجمات والنشر والتوزيع. خلينا نحكي عن دار موزاييك، متى تأسست هذه الدار، ويعني نغوص بشكل أكبر في هذا الموضوع. يعني قبل كل شيء أنا بدي أشكر شبكة معا الإخبارية وإذاعة مرح، وبدي أشكرك سلام بشكل شخصي على الدور المميز اللي عم بتقومي فيه على المستوى الثقافي والمستوى الإعلامي. شكرا لك. دار موزاييك تأسست في نهاية عام 2013 كمقر وكنشاط، لكن هي كفكرة موجودة كانت من عام 2010 تقريبا. نعم. بدأنا العمل عليها أنا وأصدقاء آخرين أيضا، إلى أن تجسدت الفكرة في دار موزاييك اللي مقرها الرئيسي في عمان، تحديدا في منطقة جبل عمان. مديرها العام الشاعر محمد الزباري. نعم. وأنا أعمل فيها كمدير تنفيذي. نعم. الدار ما يميزها عن الدور الأخرى أنها تعتمد أو تمشي على ساقين، يعني نعم. ساق النشر أو الإصدار بشكل عام، وما يؤدي بعد ذلك من نشر وتوزيع وإعلام. نعم. والساق الآخر هو الترجمة. هاي المسألة المعطلة عنا من سنوات طويلة في العالم العربي، بعد أن كنا رواد حركات الترجمة على فكرة بالمناسبة. نعم. نعم. فحسب الإحصائيات قبل 10,000 سنة ترجمت كتب أرسطو إلى العربية في الوقت الذي لم تكن أوروبا تمتلك هذه الإمكانيات. جميل. يعني نحن ترجمنا كتب أرسطو قبل 10,000 سنة في الوقت الذي لم تكن أوروبا تمتلك هذه الإمكانيات. نعم. وقبل 1000 سنة ترجم 10,000 كتاب إلى اللغة العربية. هذا طبعا المعدل يساوي معدل ترجمة الكتب السنوي في إسبانيا الآن. نعم. نعم. في الوقت اللي في عام 2003 ترجم في الوطن العربي 330 كتاب. نحن طبعا نتحدث عن ترجمة الكتاب غير العربي إلى اللغة العربية. نعم. لكن إذا ما أتينا إلى الحديث عن ترجمة الكتب العربية إلى كتب أو إلى لغات أجنبية فسنجد النسبة تكاد تكون مخزية. نعم. تمام. مع العلم بأن اللغة العربية يعني هي سادس لغة في العالم، وهناك الكثير من البشر من يتحدثون اللغة العربية. بالضبط. يعني المسألة ليست متعلقة أيضا بعدد من يتحدثون اللغة العربية. يعني تعالي نحكي عن الإصدارات العربية. أين تتوجه القارئ العربي؟ أين يتوجه عندما يقرأ الكتاب العربي؟ نعم. بصراحة يعني هذا أمر مفزع لما بنحكي عن أنه الإقبال الأعلى رقم 1 في الوطن العربي على كتب الطبخ. نعم. رقم 2 على كتب التنمية البشرية. لما بنحكي عن كتب التنمية البشرية، إذا احنا بنحكي عن شركات مؤسسات تفرض على موظفيها قراءة الكتب لتستدل من خلالها على دستور الشركة أو نعم. إذا فعليا نسبة القراءة عندنا متدنية جدا، وكما قلت لك تكاد تكون مخزية.
هذا السبب اللي ما بيخلي اللغات الأخرى تقبل على الترجمة إلى العربية، لأنه عارف أنه لما بده يترجم إلى اللغة العربية لن يجد قارئا جيدا يوجه له هذا الكتاب. نعم. فمثلا نسبة القراءة في الوطن العربي إذا جئنا نقارنها مثلا في أوروبا المواطن الأوروبي يقرأ 35 كتاب سنويا. معدل قراءة الشخص في أوروبا 35 كتاب سنويا، فيما معدل قراءة الشخص في الوطن العربي 80، كل 80 شخص يقرؤون كتابا واحدا. نعم. شوف الفرق، يعني مش فرق عادي، يعني أكيد فرق كبير، فرق خيالي. نعم. إذا من هذا الباب ارتأت موزايك بأن تكون، خلينا نحكي إن شاء الله، رائدة في مجال الترجمات أيضا، بالإضافة إلى نشر الكتب. نعم إن شاء الله. يعني أريد أن ألمح لنقطة هامة، أنه أيضا دور الناشر لا يتوقف فقط على طباعة الكتاب ووضعه في السوق. نعم. يعني نحن في موزايك نؤمن أن من واجبات الدار تجاه القارئ والكاتب معا أن تقدم هذا الكتاب للقارئ المناسب في الوقت المناسب وبالطريقة التي تناسبه. نعم. يعني إحنا لما بنحكي عن تسويق الكتاب يجب أن نتعامل معه على أنه سلعة. نعم. نحن نؤمن أن الفكرة واللغة والخيال والموسيقى أثمن بكثير من كل السلع الموجودة في السوق. جميل جدا. لكن المواطن العربي يكاد لا يدرك هذه النقطة. لذلك يعني أنا أؤمن، وأنا طبعا جزء من هذه المؤسسة اللي فريقها يعني ممتد وموجود في كل مدينة تقريبا من الوطن العربي. نعم. إنه نؤمن جميعا بفكرة أنه يجب أن تسوق هذه السلعة للقارئ بالطريقة التي تناسب القارئ وليس بالطريقة التي تناسب المؤلف. يعني أنا أذهب إلى القارئ وأقدم له هذا الكتاب وأحاول أن أركز على النقاط التي تعجبه في الكتاب. نعم. أحاول أن أركز على كل إصدار إعلاميا بالطريقة الملائمة والمناسبة. نعم. حتى أستطيع أن يعني أرفع نسبة القراءة في العالم العربي. نعم. ثم بعد ذلك أتحدث عن الترجمات من لغات أخرى إلى العربية. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للترجمة، نحن نسعى إلى ترجمة الكتاب العربي إلى لغات أخرى، وفي الصدارة طبعا اللغة الإنجليزية التي تعد اللغة الأولى في العالم. حتى أنا أنقل الثقافة العربية إلى القراء الحقيقيين موجودين في العالم. ما احنا نحكي عن نسبة 80 كتاب، كل 80 شخص يقرؤون كتاب، مقابلهم كل شخص يقرأ 35 كتاب في السنة. إذا أنا معني بالقارئ الأوروبي أيضا، يعني كما أنا معني بالقارئ العربي. يعني أستاذ سلطان، موزايك أن ترفع عدد القراء العرب وأن تقدم كتبا للقراء الجاهزين الذين ينتظرون في أوروبا وفي أمريكا. نعم. إذا أنت تجزم بأن هناك لا يوجد توازن فعلي في العالم العربي بين الكتابة والقراءة وأيضا الإقبال على الكتب. الفجوة كبيرة، وخلينا نحكي بأنه الناس في سبات عميق بالنسبة لهذا الموضوع. طيب خليني طبعا أسألك سؤال، إنه هل تشعر موزايك بشكل خاص ودور النشر في العالم العربي اللي بتعدى العشرات هي يعني عددها بالعالم العربي بالعزلة عن المؤسسات الأخرى وعدم تضافر الجهود اللازمة من جميع المؤسسات لإنتاج المعرفة مثل ما بيحصل في الغرب، تضافر المعرفة بين المؤسسات لا نشرها؟ في الحقيقة إذا جئنا لنقارن مؤسساتنا كدور نشر ودور النشر اللي في الغرب، يعني في الحقيقة مش كل دور النشر في الغرب بتاخذ دعم من الحكومات. نعم. نعم. لكنها بتشتغل على محاور مختلفة. بمعنى أنه دور النشر في أوروبا وفي أمريكا تعمل كما تعمل عندنا شركات الإنتاج الفني. نعم. هي ترعى الكاتب بكل منجز وتسوق له إعلاميا وتقدم، يعني تسوق الشخص قبل أن تسوق الكتاب. هي تسوق الكاتب لأنها تؤمن به، تؤمن بأفكاره، تؤمن بأنه قادر على إحداث أمر معين. نعم. ثم تسوق منتجه. إذا إحنا مثلا نظرنا على خذي باولو كويلو مثال. نعم. على سبيل المثال. نعم. اللي هو أكثر الكتاب قراءة في العالم. نعم. كل رواياته الآن الموجودة في العالم العربي تكاد لا تخلو من الجملة المكتوبة على الغلاف: صاحب الرائعة العالمية الخيميائي. نعم. ويعني أي واحد يقرأ أعمال باولو كويلو يعرف يعني ببساطة شديدة أنه الخيميائي مش أعظم عمل لباولو كويلو. نعم. كذلك ماركيز صاحب 100 عام من العزلة. نعم. ليست 100 عام من العزلة أجمل ما كتب ماركيز، لكن تم التسويق لها بطريقة ملائمة. بعد ذلك أنا بصير أستوعب أي عمل كقارئ، أنا كقارئ يعني أصبح أستوعب أي عمل ينتجه هذا الكاتب.
ليه؟ لأنه تسوق هذا الكاتب بطريقة جيدة. هذه النقطة يعني نقطة ليست موجودة في دور النشر عندنا في العالم العربي. نعم، يعني أستاذ سلطان، يعني ظاهرة الأكثر مبيعا مثل أغاثا كريستي اللي هي الأكثر مبيعا في العالم 27 مليون نسخة، وأيضا بيجي بعدها باولو كويلو ب 24 نسخة، 24 مليون نسخة تقريبا مبيعا. ظاهرة الأكثر مبيعا اللي تم استردادها من الغرب، اللي هي واقع يعتبر في الغرب، أم يعني في العالم العربي يعني يجب أن نغير هذا المصطلح الأكثر مبيعا لنتحدث عن الأكثر عمقا وتأثيرا؟ يعني بلكي هالناس أنه صارت تقرأ أو أنه تغيرنا الواقع الموجود. يعني شوفي، هاي المسألة موجودة بطبيعة الإنسان، أنه دائما الإنسان يبحث عن الأكثر مبيعا. إذا نزلنا يعني بمثال شعبي بسيط جدا، إذا نزلتي على السوق تشتري فواكه فتجدي أنه الناس بتلتم عند وين في تجمع أكبر. فهو بيبحث عن الأكثر مبيعا بدون ما يفكر أبدا أنه شو التفاصيل الأخرى. هاي طبيعة إنسانية، فأنا بعتقد أنه أفضل من أن نعالجها أن نجاريها، لكن أن نجاريها بذكاء. يعني أنا كدار نشر أو كمؤسسة تعمل في الثقافة لا أسوق لكتاب سخيف، لا أصدر فرمانات إعلامية بأنه هذا الأكثر مبيعا وهو كتاب يعني لا يستحق القراءة. لا، أنا بذهب إلى كتاب محترم وبسوقه بطريقة كويسة وبحقق منه، يعني بصنع منه بخليه هو فعلا يحقق على مبيعات بفعل الإعلام. نعم، عرفتي؟ طيب خليني نكون حلينا مشكلتين بمشكلة واحدة. جميل. خليني أسألك يعني سؤال موزاييك، هذه الكلمة الإغريقية واللي بتعني الفسيفساء وملء الفراغات، لماذا استخدمتوا هذا الاسم لهذه الدار؟ يعني إذا جينا نحلل الاسم فهو يوحي بالتنوع، وهي خصيصة هامة جدا في رؤية موزاييك. نعم. إنه نحن نطمح أو حتى نطمع بتنوع على كل الصعد. جميل. نقبل الجميع ما لم يتجاوز أحدهم المبادئ الإنسانية أو الأخلاقية الراسخة عند كل إنسان. تمام. جميل. المسألة الثانية هي زي ما تفضلتي ملء الفراغ. نحن نحاول أن نملأ الفراغات التي تكونت بين الحكومات التي تدعم الثقافة وبين القارئ أو عفوا بين الكاتب. نعم. الفراغ المتكون بين الكاتب وبين القارئ، الفراغ المتكون بين دور النشر أنفسها هاي ودور نشر أخرى منافسة، الفراغ الموجود بين الشرق والغرب في العالم. نحاول أن نمد جسرا من خلال الترجمة من العربية إلى لغات أخرى ومن لغات أخرى إلى العربية أيضا. نعم. الكتب التي أصدرتها للآن موزاييك ودعم الشباب قبل أن ننهي هذا اللقاء. نعم. صدر طبعة جديدة من ذاكرة الماء للكاتب الجزائري الكبير وسيم الأعرج. نعم. وأيضا خلال هذه الأيام يصدر كتاب سميح القاسم وهو سيرة ذاتية مكتوبة شعرا. جميل. وهو بعنوان ضجيج النهارات حولي، وهو ضمن سلسلته كولاج، هذا الجزء الرابع منها. يصدر عنه زي خلال هذه الأيام القليلة. إذا مبارك. صدر أيضا هو فلسطين للشاعر زاهي وهبي، وهي مجموعة شعرية تجمع قصائد كتبت فقط لفلسطين، في الحب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والمرأة الفلسطينية وغيرها. جميل. صدر أيضا للشاعرة هند جودة، الشاعرة الفلسطينية هند جودة، مجموعة بعنوان دائما يرحل أحد. وصدر أيضا للكاتب المميز خليل نصيف، كاتب الفلسطيني. نعم. صدر له كتاب نصوص بعنوان وليمة للنصل البارد. نعم. هناك أيضا مجموعة عناوين أيضا ليست في ذهني الآن لأنه أجهز قائمة حقيقة للحديث يعني. نعم. هناك عناوين أيضا لكتاب شباب ولكتاب كبار، من ضمنها ترجمة رواية جمال ناجي عندما الشيخ الذئاب إلى اللغة الإنجليزية، ترجمة رواية أيمن العتوم يا صاحبي السجن إلى اللغة الإنجليزية. نعم. إذا وهناك مشاريع ثقافية أخرى يعني نتحدث عنها لاحقا عندما نتأكد من أنها أصبحت يعني في المتناول. العمل. نعم. إذا أنتم تدعمون الكتاب الشباب في موزاييك أيضا، وإن شاء الله يعني عندكم خلينا نحكي خطط بنيوية على الواقع مثل تشجيع القراءة وعمل مشاريع لتوسيع هذه الرقعة في العالم العربي. نعم.
نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وأتمنيت لو كان في معنا وقت أكبر من هيك لحتى نتحدث بكثير من الأمور. من فلسطين، من تراثها إلينا حكاية، برنامج التراث الفلسطيني منا وفينا.